صباح الخير على المصريين، واحنا بنتكلم النهارده في صباح يوم جميل، يوم السادس من اكتوبر. ايها السادات والساده، هي دي مصر ايها السادات والساده المحفوظه بامر الله سبحانه وتعالى. ولما بنتواجد في صباح هذا اليوم على نهر النيل، وبنتكلم على شريان الحياه اللي حاولوا كثيرا ان يحدوا من تدفقه او ياثروا عليه كجزء من الحرب المائيه. ده واحد من الحروب اللي حاولوا ان هي تاثر على المصريين، لكن بعنايه المولى سبحانه وتعالى تجد مصر المحفوظه. احنا النهارده مع حضراتكم موجودين في صباح السادس من اكتوبر، وذكرى عزيزه على قلب كل المصريين لما بنقول ايها السادات والساده ان حرب العزه والفخار، حرب السادس من اكتوبر، اعادت لنا الكرامه. ما تم ايها السادات والساده خلال هذا الاسبوع من طوفان هادر من المياه القادمه من اثيوبيا، وبفضل الله والقياده السياسيه والخبره والتعامل الاستراتيجي او السيناريوهات المتوقعه حدت كثيرا من خطوره المياه وتاثيراتها علينا نحن المصريون. احنا موجودين دلوقتي في القاهره، وبنتكلم على يوم جميل في تاريخ المصريين، يوم ننظر دوما فيه الى القمه، من قمه هذا البرج الى قمه العمل في الاذاعه والتلفزيون او الدبلوماسيه المصريه في مبنى الخارجيه. ايها السادات والساده، ايضا التاريخ وعبق التاريخ، واحنا بنتكلم على ماريوت الذي اقيم خصيصا الى الملكه اوجيني في افتتاح قناه السويس. احنا لما بنكون موجودين في اي مكان في مصر بتتحسس وتجد فيه جمال المكان وروعه وابداع الخالق سبحانه وتعالى. واحنا موجودين مع حضراتكم النهارده في يوم السادس من اكتوبر، لنا معكم العديد من الوقفات تحديدا في اماكن متميزه من مصرنا الغالية وذكريات النصر والفخار. أيها السادات والسادة، نحن معكم هنا من القاهرة، ولكم العديد من الجولات نتحدث عن مصرنا الغالية الحبيبة. أيها السادات والسادة، هذه هي مصرنا الحبيبة في السادس من أكتوبر 2025، حيث الأمن والأمان وكل الاستقرار اللحمة المتواجدة ما بين الشعب وجيشه وشرطته وقيادته السياسية من أجل مصرنا الغالية. أيها السادات والسادة، دمتم بخير، ونستكمل معكم جولات فيما يخص السادس من أكتوبر.